قصتنا النهارده بتتكلم عن إعصار ضخم جدا بيدمر المدينة بالكامل وكل المباني اللي موجودة بتنهار، وبنتعرف مع بعض على واحد من الناجين من الكارثة دي، وده شاب بيقدر يستخبى في مدرعة وبينقذ نفسه من الموت. وفي أول مشهد بنشوف مجموعة من الطلاب بيقرروا يخرجوا مع بعض وبيرفضوا يروحوا حفلة التخرج بتاعتهم، وفجأة وهم في الطريق بياخدوا بالهم إن في إعصار بيقرب عليهم، وفي واحدة منهم بتخاف جدا وبتفضل تصرخ وبتتحايل على أصحابها يلفوا بالعربية ويرجعوا بسرعة، لكن للأسف كلهم بيتجاهلوا كلامها وبيفضلوا يتريقوا عليها. وبعد كام دقيقة بيفهموا إنها كانت صح وبيحاولوا يهربوا بسرعة، وللأسف الأوان بيكون خلاص فات والإعصار بيبدأ يقلب العربية بيهم بطريقة مرعبة جدا. وتاني يوم الخبر بينتشر في كل مكان وإن في مجموعة من الطلاب ماتوا بسبب الإعصار وفي شوية منهم كمان اتصابوا، وبيتضايق واحد والفريق بتاعه جدا لما بيسمعوا الخبر ده في الراديو، وبيحس إنه ضيع فرصة كبيرة لأنه كان حابب يصور الإعصار ده علشان الفيديو كان هيجيب له أرباح كتيرة جدا. وبيشرح للفريق بتاعه إنه خسر كتير الفترة اللي فاتت، ولو ما قدرش يصور حاجات ملفتة وتجذب الناس هيخسر الممول بتاعه كمان، وبكده مش هيلاقي حد يصرف على المشروع خالص. وبنشوف في العربيات التانية باقي الفريق بتاعه وقدامهم معدات كتيرة جدا، وبيتابعوا أخبار الأرصاد الجوية لحظة بلحظة، وبيحاولوا يدرسوا العاصفة كويس وبيشوفوا المسار بتاعها رايح على فين وإيه الحاجات اللي ممكن تدمرها. وفجأة وهم بيفتشوا بيكتشفوا إن في إعصار جديد رايح في اتجاه مدينة تكساس، فبينقلوا المعلومات بسرعة لبيت القائد بتاعهم، وبيشوف إن دي فرصة جديدة بالنسبة لهم علشان يثبتوا نفسهم ويقدروا يصوروا أي حاجة من الإعصار الجديد. وفي نفس الوقت ده بنشوف شاب في سن المراهقة بيسجل فيديو وبيتكلم عن كبسولة زمنية غريبة جدا المفروض إنها تتفتح كمان 25 سنة، وبيقول إنه ساعتها هيكون عنده 41 سنة وباباه هيكون عنده 65 وأمه 63، وبيبدأ يتكلم عن كل الإنجازات اللي عملها في المدرسة بتاعته وعن الهوايات اللي بيحبها، وبيصور كل التفاصيل اللي موجودة في الأوضة بتاعته. وفجأة أخوه بيدخل عليه وبيبدأ يضايق فيه وبيسيبه وبيدخل على المطبخ وبيقرر يصور باباه شوية وهو بيشتغل، وبنفهم إن باباه يبقى مساعد مدير المدرسة الثانوية وطول الوقت مشغول وبيهتم بشغله جدا. وأول ما بيشوف الكاميرا بيطلب من ابنه يبعد عنه وبيقول له أنا مش فاضي خالص وعايز أكون لوحدي علشان أخلص اللي ورايا. فبيتضايق الشاب جدا إن باباه مش مركز معاه طول الوقت ولا مدي لفكرة الكبسولة بتاعته أي اهتمام، وبيقرر أخوه الصغير يساعده وبيخرج يكمل تصوير بره، وبالصدفة بيشوف أخوه دوني بيتخانق مع باباه وبيجادلوا مع بعض جامد، وبيقرر يصورهم. وبيزعل دوني جدا من باباه وبيرفض يركب معاه العربية وبيقول له إنه هيروح المدرسة بتاعته بالعجلة، وده لأنه زهق جدا من تصرفاته الغريبة وإن طول الوقت بينتقد أي حاجة هو بيعملها ومش مديله أي اهتمام. فبيحاول باباه يهديه على قد ما يقدر ولكن للأسف مش بيعرف، ودوني بيسيبه وبيمشي. وفي الوقت ده بيوصل بيت وفريقه للبنزينة، وفجأة بيتصل بيه الممول بتاعه وبيقول له أخبار وحشة جدا وبيصمم إنه ما يكملش معاه، وده لأنه مديله مهلة كبيرة جدا وما صورش فيها أي حاجة لحد دلوقتي، وبكده يعني مش هينفع يدفع فلوس على الفاضي. وطبعا بيت بيحس بالإحباط وبيزعل جدا وما بيكونش عارف يتصرف إزاي، وبيروح يتكلم مع واحدة من الفريق بتاعه وبيحاول ياخد رأيها في الخطوة الجديدة بتاعتهم، وبتأكد له إنهم لازم يروحوا في اتجاه سيلفرتون لأن الإعصار هيروح في الاتجاه ده. وبالرغم إنه متردد ومش واثق في قراره بس بيوافق في الآخر لأنه بيعتمد عليها بشكل كبير جدا. وبعدها بنشوف 2 يوتيوبرز اللي هم دونك وريفاس بيصوروا فيديو مع بعض وبيقرروا يعملوا خدعة مجنونة علشان يجذبوا بيها المشاهدين، وبيقترح واحد منهم إنه يركب عربية وينط بيها في بركة مليانة نار، ولكن الخطة بتفشل في الآخر والراجل بيقع وبيكسر المكان باللي فيه. وطبعا هما الاتنين بيضحكوا وبيشوفوا إن دي فرصة كويسة لأن الجمهور هيحب حاجة زي دي. وفجأة بتخرج عليهم مامة دون وبتغضب جدا لما بتشوف اللي عملوه في حمام السباحة، وبالصدفة بيشوفوا بيت وفريقه معديين في الطريق بالشاحنات المخصصة للعواصف بتاعتهم، وده بيلفت نظرهم جدا وبيتجاهلوا كلام الست وهي بتزعق وبيسيبوها وبيمشوا بسرعة علشان يلحقوا يمشوا ورا بيت واللي معاه. بعد شوية بيوصل بيت لأعلى نقطة في المدينة على أمل إنه يوصل للمكان اللي فيه الإعصار ويصور أي حاجة، وبيقرر يستغل الوقت الفاضي فيه وبيصور كل التفاصيل اللي موجودة، وبيبان إن معاه معدات غالية جدا والمدرعة بتاعته بتكون مجهزة من كل شيء ممكن يحتاجه، وكمان بيقدر يلف بيها علشان يشوف بزاوية 360 درجة. وبيطلب من الطاقم بتاعه إنهم يصوروا كل حاجة بالتفصيل من بره وجوه علشان يظهر للناس قد إيه هو شخص محترف. وفي الوقت ده بتكمل خبيرة الأرصاد الجوية شغلها وبتحاول تتتبع العاصفة خطوة بخطوة علشان تعرف الاتجاه اللي هتروح عليه. وفجأة الموبايل بتاعها بيرن وبتلاقيها بنتها الصغيرة وبتتكلم معاها وهي مبسوطة جدا، وبتقول لها إنها للأسف مش هتبقى معاها في الأجازة دي لأن وراها شغل كتير خالص. في الوقت ده بيوصل أبو دوني للمدرسة وتروي أخوه الصغير بيوصلوا معاه الكاميرا، وبالصدفة بيصور المدير وهو بيزعق لأبوه، فبيحاول دوني يشوف كل اللي هو صوره وبيحدد إيه الحاجات اللي باقياله علشان يكمل المشروع بتاعه على أكمل وجه ممكن. وفجأة بيشوفوا كاتلين البنت اللي دوني معجب بيها، وبيقرر أخوه الصغير يصورها وبيبان إنها متضايقة شوية، وده لأنها بتتكلم عن المدرسة بتاعتها وإن في مشكلة عندها.
وبينصحوا اخوه الصغير يروح يتكلم معاها ويحاول يساعدها ويستغل الفرصة، وهو بيقف بعيد وبيصورهم بالكاميرا من غير ما ياخدوا بالهم. وبتشرح له كاتلين ان المشروع بتاعها فشل وانها كانت بتعمل فيديو على مصنع ورق قديم، وكل الحاجات اللي هي صورتها باظت والملف مش راضي يفتح ومش عارفة تتصرف ازاي دلوقتي، وكانت معتمدة ان المشروع ده هيخليها عندها فرصة تكسب منحة التدريب الصيفي. وبيعرض عليها دوني انه يساعدها تصور كل ده من الاول تاني، وطبعا بتوافق بسرعة وبتطلب منه ما يضيعوش وقت، وبتقول انهم لازم يروحوا للمصنع المهجور اللي كانت بتصور فيه. وبيطلب دوني قبل ما يمشي من اخوه انه يكمل تصوير طول اليوم بداله، وده لانه مش هيكون فاضي. وبيبدا الولد يصور مع اكتر من شخص وبيحاول يفهم ايه اللي بيتمنوه للمستقبل، ولو فضلوا محبوسين في مكان لمدة 24 سنة ايه الحاجات اللي هيتمنوا انها تكون معاهم المدة دي كلها. وفي منهم اللي بيتمنى يكون عنده ثروة كبيرة، وفي منهم اللي بيتمنى انه يتجوز ويعمل أسرة، وفي ناس بترفض تتكلم خالص معاه. وبعد ما بيخلص تصوير بيبدا يظبط الكاميرا علشان حفلة التخرج، واول ما بابا بيشوفه بيتضايق جدا ان دوني سايبه يصور لوحده، مع ان ده المشروع بتاعه ولازم يكون مهتم بيه اكتر من كده. وبيخاف تروي ما يكونش قادر يصور كل حاجة بالتفصيل، وعايز كل حاجة تمشي كويس جدا لان دي اهم حفلة في السنة دي ومش عايز يخاطر فيها خالص. وفي الوقت ده بات وفريقه بيكونوا مشغولين وبيجهزوا الكاميرات والمعدات بتاعتهم علشان يصوروا العاصفة من اول ما تبدا، وبيكون واثق ان ده اكتر فيلم وثائقي مهم عمله في حياته المهنية كلها. وفجأة بتتصل مامة أليسون بيها هي وبنتها الصغيرة، وبيحاولوا يطمنوا عليها بما انها بقالها 3 شهور بره البيت، لكنها بتودعهم وبتقفل على طول لانها مش قادرة تتكلم اكتر من كده. وبتروح بعدها البيت وباقي الفريق وبتتفرج معاهم على الاخبار الجديدة، وبيعرفوا مسار الاعصار رايح على فين، وكل الارصاد بتتوقع انه هيكون قوي جدا المرة دي. وبتراجع أليسون كل البيانات بتاعتها تاني وبتحس انها كانت غلطانة وان الاعصار مش هيجي في المنطقة اللي هم فيها. وطبعا بيت بيغضب منها جدا وبيتخانق معاها وبيرمي كل اللوم عليها، ومن كتر غضبه بيقرر يسافر لوحده هناك على امل انه يلحق يصور اي حاجة في الفيلم بتاعه. وفجأة أليسون بتشوف الجو بيمطر تلج اول ما بتخرج، وبتكون مصدومة لانها كانت فاكرة ان الطقس هنا هيكون غير كده خالص. وساعتها بتحس ان في حاجة غلط وبتجري بسرعة على المعدات بتاعتها وبتبدأ تركز في التفاصيل من الاول تاني، وبتتصدم ان الاعصار غير المسار بتاعه فجأة وجاي ناحيتهم. وفي الوقت ده بتبدأ حفلة التخرج، وبيطلع ابو دوني يقول الخطاب بتاعه بما انه مساعد المدير. ودوني بيوصل هو وكاتلين للمصنع المهجور وبيجهزوا الكاميرا بتاعتهم علشان يصوروا المشروع بتاعها من الاول. وبيلم بات المعدات بتاعته وبيروح بسرعة هو والطاقم بتاعه لعمق المدينة علشان يصوروا الاعصار وهو داخل عليهم، وبيكونوا كلهم مذهولين من قوة العاصفة وكل الارصاد والاخبار بتتكلم عنها وقد ايه هتكون اقوى من كل مرة. وفي نفس الوقت دون وريفاس بيقرروا يروحوا في اتجاه الاعصار وبيصوروه علشان ينزلوه على القناة بتاعتهم ويجمعوا متابعين اكتر واكتر، ومحدش منهم بيكون عارف انهم رايحين للخطر برجليهم. وفجأة المطر بيملى المدينة كلها، وبيحاول المدير والمساعد بتاعه يلموا الدنيا ويخلصوا الحفلة بأسرع وقت ممكن، وبيطلبوا من كل اللي موجودين يتنقلوا بسرعة للملجأ بتاع العواصف اللي موجود في المدرسة. وفجأة بتشتغل صفارات الإنذار الخاصة بالغارات الجوية في البلد كلها، وبيحاول الطلاب يروحوا لمكان آمن بسرعة. وبات والفريق بتاعه بيقربوا من العاصفة على قد ما يقدروا علشان يبقى معاهم لقطات حصرية ويكونوا مميزين عن أي حد بيصور. وأول ما بيلاقوا مكان مناسب بيبدأوا الحفر وبيغرزوا المسار بتاعهم في مكان الإعصار. وبيبدأ الراجل اللي ماسك الكاميرا يخاف جدا وبيحس إنهم زودوها جدا المرة دي، ومش بيكون قادر يصور من كتر الخوف وبيفضل يترعش. وطبعا بات ما بيكونش مهتم بكل ده وبيصمم إنهم يصوروا أي حاجة حتى لو هيجازفوا بحياتهم. وبتتصدم أليسون لما بتشوف في البيانات بتاعتها إن الإعصار رايح في اتجاه المدرسة، وفي نفس الوقت إدارة المدرسة بتحاول تخلي المكان في أسرع وقت ممكن وتحافظ على الطلاب. وفي اللحظة دي مساعد المدير بياخد باله إن دوني ابنه مش موجود بين زمايله وبيقلق عليه جدا. وفجأة العاصفة بتضرب في الشبابيك كلها والإزاز بيتكسر وبتقع عليهم شجرة ضخمة جدا، والكل بيكون مرعوب وبيجروا بسرعة وبيحاولوا يستخبوا قبل ما حد منهم يتصاب أو يموت، وبيخافوا إن المبنى يتدمر عليهم من شدة العاصفة. وبعد كام ثانية بتضرب عاصفة أكبر من اللي قبلها في المبنى وبتدمر كل الشبابيك والأبواب، ومن كتر ما العاصفة قوية بتاخد أي حد في طريقها. وأول ما الدنيا بتهدى الأب بيقوم بسرعة وبيحاول يدور على ابنه، وبيجري على تروي وبياخد موبايله وبيتصل بداني، لكن بيعرف منه إنه مش في المدرسة أصلا وإنه موجود في مصنع الورق المهجور. وفي الوقت ده داني وكاتلين بيكملوا تصوير وبيكونوا مش حاسين بأي حاجة بتحصل بره، وبيتفاجئ إن باباه بيتصل بيه وبيحذره من الخطر اللي هم فيه. وفعلا بعد كام ثانية بيسمعوا أصوات غريبة بره والسقف بينهار كله قدام عينيهم، وبيقعوا هما الاتنين تحت الحطام. وطبعا باباه بيخاف عليه وبيصمم يروح للمصنع بنفسه علشان يجيبه، ولما بيخرج بره بيتصدم من الدمار اللي موجود في كل مكان لأن معظم العربيات اتكسرت وفي خراب حرفيا في كل حتة. وفي الوقت ده أليسون بتعرف من الأخبار إن الإعصار رايح في اتجاه سيلفرتون، وبتكون مصدومة
الصدمة لان دي اول مرة تشوف اعصار بالقوة دي، فبيضطر يقفوا في وسط الطريق لان حصلت اعطال في الكهرباء. وفي الوقت ده بات بيعرف من أليسون الاعصار الجديد اللي هيحصل ومكانه بالظبط، وبيطلب منها تحدد المكان بالتفصيل علشان هيروحوا عليه بسرعة. وبنرجع تاني لدوني وكاتلين اللي بيفوقوا بعد ما كان اغمى عليهم بسبب اللي حصل، وللاسف بيكونوا متحاصرين تحت الانقاض، وكاتلين بتتصاب في رجليها. وفي نفس الوقت بابا واخوه بيكونوا في طريقهم ليه، وبيتصدم بابا لما بيكتشف من اخوه انه مش لوحده هناك وان كاتلين معاه، وده لانه كان معجب بيها وحاببها. وبيتصدموا في طريقهم من كمية الدمار اللي حواليهم في كل مكان، فبيركنوا على جنب اول ما بيشوفوا كلب واقف لوحده مرعوب من اللي حصل، وبيحاولوا يلاقوا صاحب الكلب لانه عمال يصرخ. وفعلا بيلاقوا الراجل محبوس جوه العربية ومش عارف يخرج، وبيحاول هو وكام واحد يساعدوه، وبيقطعوا حزام الامان بتاعه بالسكينة وبيسحبوه لبره بالعافية. وبعدها بيكمل في طريقه تاني هو ابنه علشان ما يضيعش اي وقت. وفي نفس الوقت دوني كان بيحاول يلاقي اي طريقة يخرج بيها من تحت الانقاض هو وكاتلين، وبيخاف جدا لانه مش لاقي اي فتحة او اي حاجة يقدر يطلب بيها المساعدة. وبتلاحظ أليسون وهي في الطريق نفس الاتنين تاني قاعدين على جنبه بيصوروا فيديوهات، وبيكون مش فارق معاهم كل الدمار اللي بيحصل حواليهم ولا انهم في خطر. وطبعا الاب بيكون متوتر جدا وعايز يوصل للمصنع باي طريقة، فبيحاول يشتت تفكيره وبيتكلم مع تروي طول الطريق. وفي نفس الوقت أليسون بتركن على جنبه وبتصمم تنزل تحذر الاتنين من الاعصار اللي بيقرب عليهم، وبتقول لهم انهم لازم يمشوا حالا من هنا. فبيتضايق بات منها وبيقول لها انهم كده بيضيعوا وقت وانها لازم تسيبهم، وده لانهم اتنين كبار ومسؤولين عن نفسهم بما فيه الكفاية، وبما ان مش فارق معاهم فخلاص هي عملت اللي عليها. لكن فجأة الاعصار بيظهر قدامهم وبيقرب بسرعة كبيرة، وبيكون حرفيا اقوى من اللي قبله، وبيشوفوا المباني بتتدمر من حواليهم. ومساعد المدير بيلاقي صعوبة كبيرة وهو بيسوق العربية لان الجو من حواليه وحش جدا والعاصفة قريبة منهم جدا، لحد ما العربية بتتحرك بيهم وبتفضل تلف من شدة الاعصار وبتبوظ في الاخر. وبينزل يجري هو ابنه مع باقي الناس الناجين، وبيطلب منه يدخل بسرعة معاهم يستخبى في البنك. وللاسف هو ما بيلحقش يدخل لان في عربية ضخمة جدا بتقع وبتسد باب البنك، وهو وأليسون الوحيدين اللي بيكونوا لسه بره. فبتحاول أليسون تستخبى في العربية المدرعة بتاعتهم، وقبل ما تدخل من الباب بتحصل عاصفة حواليها كبيرة جدا، ومش بتكون عارفة تتحكم في نفسها خالص ولا قادرة تدخل العربية. وبينقذها مساعد المدير في الوقت المناسب وبيسحبها بسرعة قبل ما العاصفة تاخدها لبعيد. وبيشوف ابنه تروي كل اللي بيحصل من الشباك وبيخاف على باباه جدا لحد ما العاصفة بتهدى وبتنتهي أخيرا. وفي اللحظة دي يعقوب بيفقد أعصابه خالص وبيتخانق مع بات، وبيقول له إنه مرعوب وعايز يمشي من هنا حالا لأن دي مغامرة مجنونة جدا ممكن يموتوا كلهم في الآخر. لكن زميله داريل بيقنعه إنه يفضل للآخر، وده لأن بات هيديلهم مبلغ كبير وأكيد يعني مش هيضيعوا بعد كل المجهود اللي عمله ده، وبيوعدوا إن كل ده هينتهي قريب جدا، وإنهم على آخر الأسبوع هيسافروا في أجازة حلوة خالص وكل واحد هيستمتع بالفلوس اللي هيلمها. وبعد ما المشكلة بتتحل بيطلب منهم بيت يجمعوا نفسهم ويستعدوا علشان يتحركوا حالا، وده لأنهم هيصوروا إعصار جديد هيبدأ. وبيعرف إن العاصفة هتروح في اتجاه المصنع، وبيجري عليه مساعد المدير وبيتحايل عليه يساعدهم، وبيقول له إن ابنه محبوس جوه هو وصديقته ومحتاج أي حد يساعده علشان ينقذ ابنه من الموت. وبعد كلام كتير بينهم بيوافق في الآخر بما إنهم رايحين كده كده على هناك. وأول ما بيركبوا العربية بات بيعرض على تروي إنه يشتري منه كل المشاهد اللي صورها بالفلوس اللي تناسبه. وفي الوقت ده توني بيحاول يعالج رجل كاتلين وبيلفها علشان يوقف النزيف اللي عندها، وبيحكي لها إن مامته كانت ممرضة وعلمته كل الإسعافات الأولية من وهو صغير. وبتبدأ كاتلين تتكلم عن حياتها الشخصية معاه لأول مرة، وبتحكي له كمان عن علاقتها بأبوها وأمها. وفي الطريق أليسون بتتكلم عن بنتها وإنها قلقانة عليها جدا، وبتقرب من مساعد المدير أكتر وأكتر، وبتشوف إنه بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يحمي أولاده، وبتتمنى إن بنتها هي كمان تكون بخير بما إنها مش عارفة توصل لها. وبيتصدم مساعد المدير لما بيعرف منهم كمية الأعاصير اللي هتحصل وإن البلد حرفيا كلها في خطر، وبيستغرب لأن دي أول مرة تحصل كمية الأعاصير دي في يوم واحد. وبيبدأ داريل يشرح له الوضع وبيقول له إن فعلا كل عاصفة بتيجي بتكون أقوى من اللي قبلها، وإن في حاجة غريبة بتحصل لأول مرة في التاريخ. وفجأة الرياح بتوقع شجرة كبيرة جدا على الطريق، وعلشان ما يضيعوش وقت تروي بيقول لهم إن في طريق تاني مختصر يقدروا يمشوا منه. وبيكمل دوني كلامه مع كاتلين وبيحكي لها إن مامته ماتت في حادثة عربية بشعة جدا. وفجأة بيسمعوا الصوت بيقرب عليهم فبيفرحوا خالص لأنهم بيفكروا إن حد جاي يساعدهم، لكن للأسف أنبوبة المية بتتفجر وبيبدأ المكان كله يتملي بالمية. وكل ده والاتنين يوتيوبرز لسه بيصوروا ومش فارق معاهم أي حاجة اتقالت لهم، وكانوا مبسوطين جدا بالمناظر الطبيعية اللي بيصوروها. وفجأة بيخبطوا في منحدر عالي جدا وبيقعوا في الآخر، لكن برضه بياخدوا الموضوع بهزار وبيفضلوا يهزروا ويضحكوا ويصوروا. وفي اللحظة دي بتظهر أعاصير تانية جديدة وبيلاقوا نفسهم متحصرين في كل مكان، وبتحس أليسون إن الموضوع خرج عن السيطرة خالص، وبتحاول تقنعه
وبيقنعهم يرجعوا قبل فوات الأوان، لكن طبعا بيت بيرفض وبيصمم يكمل المهمة للآخر مهما كان الثمن. ومن شدة الإعصار كل حاجة بتتدمر في طريقهم، والبيوت والعربيات حرفيا بتتحول لأشلاء. ودون وريفاس بيصوروا كل اللي بيحصل بالكاميرا بتاعتهم، وبيبقوا مبسوطين جدا بالفيديوهات اللي معاهم، وبيحسوا انهم هيجمعوا مشاهدات اول مرة تحصل في التاريخ بتاعهم. وفجأة بيقعوا هم كمان في قلب الإعصار، وحتى عربية بيت بتتقلب باللي فيها. ومن حظهم الحلو ان مفيش ولا واحد فيهم بيموت او بيتصاب. وبيطلع بيت بسرعة وبيحاول يساعد الفريق بتاعه، وبينقلهم كلهم للمدرعة بما انها اقوى حاجة تقدر تحميهم من الإعصار. وفجأة الطريق بيتسد من كتر الشجر اللي بيقع حواليهم، وبيضطروا يهربوا لأقرب مبنى علشان يستخبوا فيه ويحموا نفسهم. وبالرغم من كل ده يعقوب بيحاول يصور الإعصار الناري وياخد اي لقطة ليه، لكن للأسف مش بيلحق يهرب، وبيحصل انفجار كبير جدا ويعقوب بيموت في الآخر. وطبعا زمايله كلهم بيترعبوا من اللي حصل وبيجروا يستخبوا في الكنيسة، والعاصفة بتكون لسه شغالة من حواليهم والمكان كله بيتهز. وبعد ما الدنيا بتهدى أليسون بتتخانق مع بيت وبتلومه لأنه السبب في موت يعقوب. وفي الآخر بتقرر تروح مع مساعد المدير علشان تساعده يلاقي ابنه، فبيتحركوا بالمدرعة بتاعتهم وبيرفض بيت انه يروح معاهم. واول ما بيمشوا بيصمم انه يركب العربية بتاعته ويكمل التصوير بتاعه مهما كان الثمن. وفي الوقت ده المصنع بيبدأ يغرق، ودوني وكاتلين بيكونوا محبوسين تحت الأنقاض ومش عارفين يتصرفوا ازاي، وبيحاولوا يحموا نفسهم من الموت على قد ما يقدروا. واخيرا دوني بيقدر يلقط شبكة بالموبايل بتاعه، وبيبعت رسالة صوتية لأبوه وبيقول له ان حياتهم في خطر، وكمان دقايق هيموتوا هما الاتنين في المية. وفي الطريق بابا بيشوف عربية راكنة على جنب كده، وبيعرف من صاحبها ان المنطقة كلها اتدمرت بالكامل، وحتى منطقة المصانع ما بقاش ليها اي وجود، وصفارات الانذار شغالة في كل مكان. وبيقنعهم ان ما ينفعش حد يجازف ويروح لهناك، لكن طبعا بابا بيتجاهل كل الكلام ده وبيصمم يروح ينقذ ابنه حتى لو هيموت في الاخر. وبالصدفة بيشوف الرسالة اللي دوني بعتها له، واول ما بيسمعها بيتأثر جدا وبيعرف انه ما عندوش وقت كبير علشان يقدر ينقذ ابنه وصديقته، وبيحاول يوصل في اسرع وقت ممكن. وفي اللحظة دي دوني وكاتلين بيستعدوا للموت بما ان خلاص المية غرقت المكان باللي فيه، وبيودعوا بعض لاخر مرة. واخيرا بابا بيوصل للمصنع وبينزل بسرعة هو واللي معاه، وكل واحد بيروح في اتجاه مختلف، وبيحاولوا يدوروا كمان على دوني وكاتلين. واخيرا بيلاقوا مكان دوني وكاتلين، ومحدش منهم بيكون قادر يرفع الحديد اللي فوقهم لحد ما بيسحبوه بالعربية اللي معاهم وبينقذوا كاتلين. وبينط ابوه في المية علشان يدور عليه، وبيطلع بيه في الاخر، وبيحاول يعملوا الاسعافات الاولية لان الولد مش بيتحرك خالص، بس بيرجع لوعيه في الاخر وبيحمد ربنا ان ولاده الاتنين بخير ومعاه. وفي الوقت ده بعد كل اللي حصل بيت بيوصل وبيحاول يجمع كل اللقطات اللي معاه ويبدا يكمل الفيلم مرة تانية. وفجأة بيسمعوا كلهم في الاخبار ان في اعصارين جايين من اماكن مختلفة وهيندمجوا مع بعض في منطقة واحدة، وبينصحوا اي حد قريب من المنطقة دي يهرب بسرعة لان الاعصارين مش هيخلوا اي حاجة تقف قدامهم وهيدمروا البلد باللي فيها. وبيتصدموا لما بيعرفوا ان الاعصار ده هيتكون في نفس اتجاه المدرسة اللي كل سكان المدينة راحوا يستخبوا في الملجأ بتاعهم. وطبعا محدش بيكون عنده فكرة ايه اللي هيحصل، وابوه بيصمم يروح على المدرسة وينقذ الناس بسرعة. وبالفعل بيوصل للملجأ وبيحذر كل اللي موجودين من العاصفة اللي هتحصل، وبيقول لهم انهم لازم يخلوا الملجأ في اسرع وقت ممكن. وفعلا الناس بتصدق وبتجري بسرعة وبيركبوا الاتوبيسات الكبيرة بتاعة المدرسة وكل العربيات كمان اللي لسه شغالة، وبيحاولوا يهربوا في الاتجاه التاني باسرع وقت ممكن. لكن للاسف في الطريق بتقع كابلات الكهرباء والدنيا بتكون صعبة عليهم جدا، وبيضطر شوية منهم يخرجوا من العربيات ويهربوا ويكملوا على رجليهم. وساعتها الاب بيقرر يمشي من طريق تاني، والناس كلها بتغير الطريق بسببه وبيقرروا يثقوا فيه مرة تانية. وفجأة بيوصلوا لطريق مسدود، وطبعا خلاص الاعصار بيكون وصل، وبكده مفيش قدامهم اي فرصة تانية انهم يلاقوا طريق يهربوا منه. فبيفتكر دوني الملجأ اللي كان فيه تحت وان ده اكتر مكان امن يستخبوا فيه دلوقتي، فبيطلب من الناس يثقوا فيه وينزلوا معاه المرة دي بما ان مفيش قدامهم اي حل تاني. وفعلا العاصفة بتبدأ وبتدمر كل حاجة حواليها، وبنشوف باقي الطيارات والمباني والعربيات المتدمرة بتطير في كل مكان حواليهم. وبيحاول الناجين يتمسكوا بأي حاجة جوه الملجأ علشان ما يروحوش في اتجاه العاصفة. وفي اللحظة دي بات بيقرر يجازف للمرة المليون وبيصمم يصور الفيلم بتاعه، وبيشوف ان الموضوع ده يستحق المخاطرة بحياته، وحتى أليسون ما بتقدرش عليه ولا بتقدر توقفه، وده لانه بيكون مصمم وبيقاوم كل الرياح اللي حواليه لحد ما بيوصل للعربية المدرعة بتاعته وبيركبها بسرعة وبيروح في اتجاه العاصفة. وفي نفس الوقت الاب وأليسون بيحاولوا يسدوا المدخل بتاع الملجأ ويحموا الناس على قد ما يقدروا. وفي اللحظة دي بتجيله فكرة وبيقرر ينفذها، وبيقفل المنفذ بتاع الملجأ بالمدرعة بتاعتهم. بس للأسف بعد كل المغامرة اللي بيت صمم عليها العاصفة بتسحبه بالعربية لبعيد، وبيلاقي نفسه في دوامة عجيبة وغريبة جدا. والأول مرة بيكون حاسس بالخوف وبيشوف حاجات ما كانش متخيل انه يشوفها او حتى هيعدي عليها، وبيلاقي نفسه بيلف في دوامة بين السحاب لحد ما بينزل تاني على
على الارض وبيقع وبتسحبه الدوامه لتحت. وبعد وقت طويل جدا الاعصار بيقف اخيرا، والاب بيقوم يطمن على الناس اللي موجوده وعلى اولاده وبيحاول يساعد على قد ما يقدر، واخيرا بيتصالح مع اولاده بعد كل معاملته الوحشه ليهم. واول ما بيخرجوا بيتصدموا ان المدينه ما فيهاش اي مظهر من مظاهر الحياه وانها متدمره بالكامل، لكن بيصمموا انهم يعيدوا بناء المدينه من اول وجديد ويواجهوا كل الدمار اللي حواليهم وما يستسلموش للوضع ابدا. ودوني واخوه بيسجلوا مع كل الناس الناجين وبيضموا التسجيلات دي للمشروع بتاع دوني، وكلهم بيكون عندهم نفس الراي ان الحياه دي هي اعظم هديه في الكون ولازم الواحد يستمتع بكل لحظه فيها لانه مش عارف هيموت امتى وازاي. وبعد فتره أليسون بتكون طول الوقت بتفكر في بات والانجازات اللي عملها، وبتصمم تعمل الفيلم اللي بيحلم بيه طول حياته وتخلي العالم كله يشوف انجازاته. وبيعيش الاب اخيرا مع ولاده في سعاده، وفي الاخر بنكتشف ان الاتنين اليوتيوبرز لسه عايشين وان حظهم كان حلو جدا، وبرغم كل اللي مروا بيه قدروا يتمسكوا بالحياه، وكمان معاهم كل التسجيلات اللي صوروها من اول الاعصار لحد الاخر. ولحد هنا بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.